فأنا حبيت أفتح صفحة جديدة، أتمنى تساعدوني. أنا اليوم قررت إنه أبدأ صفحة جديدة، وما أريد تسامحوني لأن اللي سويته مو قليل. راح أبدأ من الصفر وأحاول أقدم أشياء تليق بي وبيكم. لا 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 لا، معقول اللي دا أشوفه؟ أكيد أنا بحلم يا جماعة. دا تشوفه مثل ما أني دا أشوف؟ لا لا لا، مستحيل. السلام عليكم، شلونكم؟ وياكم يوسف من قناة جحدة. طبعا هذا أول فيديو لي بالسنة الجديدة، ويعني أنا دا أعتبر هاي السنة هي سنة البدايات، لأن كل شوي يطلع لي واحد ويفتح كام ويقول أنا فتحت صفحة جديدة وبداية جديدة. فصعدوا هذا المقطع وغصبا عنكم تصعدونه، فهمتوا له؟ لا، اذا ما تصعدونه انا من اصور مقطع وانزله وانا مأتوب على مود طش، يعني بالحالتين طاش فطيششوني وصعدون المقطع غصبا عنكم. فبس خلونا لايك، اشتركوا بالقناة وخلونا نبدأ بالمقطع. صراحة أنا ما أعرف أختار أي واحد بالبداية يعني يشوف محتوى وأحكي عليه، نستخدم مساعد أكيد واللي هي عجلة الحظ، نشوف منه يطلع لنا. حلو، طلع لنا عباس الركابي اللي هو كان سابقا ولد وهسه يعني على اساس بنت، ولو لهسه شاك بالموضوع انه هو مو بنت. فخلينا نشوف محتواه بالسنة الجديدة شنو قدم لنا من ابداعاته اللي كان يقدم لنا قبل هاي السنة. طبعا اكيد يعني هو مبدع. السلام عليكم. طبعا أنا اليوم قررت إنه أبدأ صفحة جديدة وأتقرب لرب العالمين وأعرف كل شيء واللي طلع علي والسمعة اللي طلعت، وقررت إنه أبدي صفحة جديدة وأنزل محتوى حلو. فأتمنى إنه تعذروني وتوقفون وياي، وهاي آخر فرصة، وأي غلط يطلع من عندي أنا اللي هالمرة راح أنزل فيديو وأذب الذنب وأقولكم إنه أنا الغلطانة وأنا اللي سويت شي غلط، وسبحان ما يغلط، كلها غلطت وكلها سوت. فأتمنى تعذروني وتوقفون وياي لآخر مرة. لك ماي صدق تابت، لا وانه بتقول يعني اذا شفتوا شي غلط علي بعدين شي تريدون تسووا، شي تريدون احكوا، ولو ما بقيت فيه وما سويته او سويتيه. يلا هسه ما علينا بالماضي، هذا كان ماضي وعلينا بهسه بهاي السنة. فأتمنى يعني من الصدق تابت، مو على مود الطشة، وهي أصلا ما حصلت التفاعل القوي على الفيديو، فيعني ما أعتقد على مود الطشة. صراحة ما مرتاح له ومن هاي توبته، فيعني خلينا نشوف محتوى جديد شنو بالله. هلا، صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم راما رحيم. اليوم قررت اطلع من بعد تقريبا اسبوعين مطالعة. طبعا اني هذا الفيديو صورته رسالتي بيه انه البنات اللي غلطن، والبنات اللي صار وياهن هواي مشاكل، والبنات اللي لحد الان ناويات يمشون على الطريق الغلط. اتمنى منهن انه يقعدن بينهن وبين نفسهن ويشوفن هن جاي يسوون، يشوفن الشي الغلط من الصح ويتقربون لاهلهن ويتقربون لعائلتهن. حلو، مقارنة بفيديوهات السابقة أكيد يعني هذا الفيديو أو بهذا المحتوى الجديد أحسن من المحتوى السابق. وهنا جاي نشوف رقية هي تنصح بالبنات. شنو رقية تنصح بالبنات؟ ما يخالف، غطوه يلا، ما يخالف وعلى العموم يعني البنت تابت وما ناخذ سيئاتها، ما شاء الله يعني عندها كومة سيئات. يلا هسه بما انه شفنا اول شخص تاب، خلينا ننتقل للبنت الثانية اللي هي كانت ويا نمجة سابقا، ونشوف يعني ايش سوت بالسنة الجديدة. اتمنى هي يعني قدمت شيء حلو، وما اتمنى باقي على محتواها القديم. فخلينا نشوف يعني محتواها هسه شلون. سألت نفسي هواي منو غلط، أني لو المجتمع؟ وجاوبت ما معقولة كل الناس اللي جاي تعلق لي غلط وأني الصح. وقبل كم شهر بس عرفت شن شعور الندم، وعرفت إنه مو كل الناس غلط وبيهم هواي هم الصح. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكم شنو حقق الحلم يا ولد، حقق الحلم، حقق الحلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكم هاي ثاني بنت توبت. لا مستحيلة، هاي السنة جديدة صدق خير علينا. لا مستحيل. لا حلو صدق، سنة حلوة علينا وسنة خير علينا. وما أريد تسامحوني لأن اللي سويته مو قليل. راح أبدأ من الصفر وأحاول أقدم أشياء تليق بي وبيكم. حلو. هنا صراحة كلامه كلش حلو. قالت ما اريد تسامحوني لان اللي سويته مو قليل. صراحة هنا تستحق تصفيق. فاللي هسه اريد منكم تصفقوا له. صفقي ليك يلا، وانت مصفق ليك يلا صفقوا. حلو. هنا من قائمتنا 2 خلصنا منهم من اصل 3، وهذا الشيء كلش حلو يعني. بس بقى عندنا بس واحد اللي هو حبيب الكوريين، سيد اسياد الكرنجين، ملك الملوك، المحتوى طايح حظه بالبلد. نقدم لكم اللي هو نمجة. لا تغلط أرجوك، سامحني. خلينا نشوف محتوى نمجة هاي السنة بعد على محتوى طايح حظه، لو تحسن لولا ولا ما اعتقد يعني تحسن. هسه ولا عادي يعني عقل وترك هاي التفاهة. هسه يطلع لي واحد يقول لي تفاهة لو برتقالة. يبا هاي تحشيشة تذكر من كنا نحكيها بعام 2015 بيج سنوات تقريبا يعني. يبا والله ايام، والله ذكرتونا، رجعتونا وين. بس وين طلعنا من الموضوع؟ خلينا نرجع لفكرتنا الفيديو ونشوف اخوتنا نمجة يسوى بالسنة الجديدة. السلام عليكم، أتمنى الكل بخير. بهاي الحياة ماكو إنسان ما يغلط، كنا نغلط وكنا معرضين للأخطاء، وأنا أعترف بنفسي سويت هواية غلط وهواية شغلات لا يتقبلها الدين ولا المجتمع. اكيد كلامك صح، يعني كلنا نغلط وماكو واحد فينا ما غلط. بس انت غلطاتك يعني انت وصلت ليفل ماكس بالغلطات. انت ما خليت غلط ما سويته. خط فوق ما توبت، زي انا وشعرك اما توبت. الناس والكل يتنمرون عليك على شكلك اما توبت. بس بعدين شفت صديقتك انه سويت هذا المحتوى اللي محتوى جديد وبداية جديدة، فقلت يلا هي خربانة. ويعني اكيد انت صورت هذا الفيديو ونشرته على مود الطشة. خلينا نكون واقعين بهالشي يعني اكيد. فخلينا نكمل المقطع يعني ونشوف شو يحكي اخوتنا. فأنا حبيت أفتح صفحة جديدة، أتمنى تساعدوني وتساندوني بكلامكم المعنوي وتشجيعكم إلي نحو الأفضل. هم قال صفحة جديدة. شنو السالفة السنة الجديدة؟ كل شوية واحد يطلع عنا صفحة جديدة وتوابت بداية جديدة. بس والله بيها خوش طشة يعني، طشة مضبوطة. فأخوتنا نمجة قول لنا ايش راح تقدم لنا محتوى بالسنة الجديدة، وشنو راح يكون محتواك؟ قصدي يعني محتواك. عبارة محتوى جديد حيكون محتوى إنساني ومساعدة أكبر عدد من الناس المحتاجة والعوائل المتعففة. إن شاء الله حتكون الصورة واضحة أمامكم، انتظروني قريبا، وشكرا لكم وتشجيعكم الإيجابي، مع السلامة. هو أي شخص يعني يفتح صفحة جديدة ويقول أنا فتحت بداية جديدة ويقول أساعد الناس الفقراء والمحتاجين، وهو كله كذب يعني. عمي ما نريد منك شي، بس أوف هاي تفاهتك وأوف هاي مقاطعك الطيحرها. بس كون من صدق توب وافتح صفحة جديدة على قولتك وابدأ محتوى جديد. وإذا صدق محتواك يعني كلش حلو جديد، أنا واحد من الناس اللي راح أتابعك وأدعم، والناس كذلك راح تدعمك يعني من تشوف محتواك حلو. وإذا شفت هذا الفيديو فأنصحك يعني تسمع كلامي اللي قلته. خلينا نشوف مقطع ثاني لك ونرجع. أنا حذيفة. شنو اسمك؟ حذيفة. لحد نمجة منه؟ شخص ما أعرفه. شنو اسمك حذيفة؟ صراحة أنا توقعت كل الأسماء بس ما عدا حذيفة. واسم حذيفة يعني أكيد لازم يكون شخص متدين وعاقل عنده خلقة وأخلاق، وأنت ذني كلهن ما عندك. لا شاقة. إذا تقف سوالف المكياج سوالف البنات وهاي السوالف الطايحة، بس أنت كلش حلو يعني بدون كل هذني. سالفة الخلقة عندك خلقة، بس يعني إذا ما تسوي كل هاي السوالف. فالصراحة يعني أنا ما توقعت اسمك حذيفة. توقعت اسمك من هذني أسامي الحلوة، هذني يعني تليق بشخصيتك، تليق بطيبة قلبك، مثل لؤي، شادي، فادي. هاي الأسماء اللي هيك كيوت الحلوات. بس حذيفة بشرفك. خلينا نشوف المقطع بالله. منغولي كلمة دائما نحكيها ونقصد الأشخاص المصابين بمتلازمة داون. هل وصف الكلمة وقولها من الناحية الأخلاقية صحيح؟
متلازمة داون هي حالة جينية ناتجة عن وجود كروموسوم إضافي. من المهم جدا معرفة أن كلمة منغولي كلمة قديمة وغير لائقة ويجب التوقف عن استخدامها. من الأفضل استخدام تعبير محترم ولائق مثل أشخاص يعيشون مع متلازمة داون. ويمكن معرفة أن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون ممكن أن يكونوا أعضاء فعالين بالمجتمع. هواي منكم ما يعرف كمية التأثير السلبي على الشخص المصاب بمتلازمة داون وعلى عائلته. متلازمة داون مو منغولي، لا تنسون. والله نمجة أو حذيفة إذا يبقى على هيك محتواه كلش حلو، أتمنى يستمر على هذا المحتوى. إذا يستمر بهذا المحتوى هم الناس تنسي ماضيه وتنسي كل شي سواه. ما شاء الله يعني جاب تفاعل كلش حلو، فيديوهاته يعني صادات جايبات مشاهدات عالية وجايبات تفاعل حلو، فأهني على هذا الشيء صراحة يعني، وأتمنى يستمر. فمثل ما شفتوا هذا أكثر ثلاثي كان مخرب سمعة البلد هم هذولا، بس مثل ما شفتوا يعني تابوا بالسنة جديدة، فأتمنى يعني الشخصيات الباقية هم يسوون نفس هذا الشيء، يفتحون صفحة جديدة أو بداية جديدة مثل فاطمة الخالدي وملول أو هاي الشخصيات الصاعدة الهسه بهذا الوقت بالمحتوى المو حلو. هسه الأكثرية راح يقولون ليش ما ذكرت شاجورة الألعاب. شاجورة الألعاب يعني مثلا المحتوى لايفاته نفس أي شخص يعني يفتح لايف بهذا الوقت، الكل يبحث يعني على دعم، هو عم يبحث على دعم، هم الاثنين يعني يبحثون على دعم. فيعني هذا اللي دا يسوونه باللايف كلش طبيعي يعني عادي، ما بي كل شيء. واتمنى الكل يعني يغيرون محتواهم، وان شاء الله يهدي الكل ويوديهم على الطريق الصح ويفتحون صفحة جديدة ويبدون بداية جديدة، والله يهدي الجميع. وهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى مقطع اليوم عجبكم، حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين. وهذا حسابي على الانستا الخاص بالقناة، هناك انشر ستوريات وانشر ريلزات هواي، فاتمنى تتابعوني بهذا حسابي. وبس، كان وياكم يوسف من قناة جحدر، ويلا تشاو.